السلام عليكم اخواتي وحبايبي المتابعين قناتي الغاليين. يا رب تكونوا بخير واحسن حال. شكرا دايما على كلامكم وعلى محبتكم ودعمكم لقناتي وعلى تعليقاتكم الجميلة. يا رب دمكم نعمة في حياتي يا رب. هنعمل النهاردة فطير بطريقة سهلة وبسيطة ومختلفة جدا وطعمها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده مورق. هو سخن في ايدي وانا مش عارفة افرده زي ما انتوا شايفين كده. توريقته حلوة قوي بطريقة سهلة بدون فرد ولا توريق. معايا كيلو من الدقيق، عليه نص معلقة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر، وهعجنه مش هبالغ في العجن. زي ما انتوا شايفين كده هلم الدقيق بتاعي. اهم حاجة ان احنا ما نعجنش فيه كتير قوي. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة جدا ومش هتاخد منك اي وقت. زي ما انتوا شايفين كده لميت الدقيق بتاعي. هلمها في قلب الطبق وهسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. في انواع دقيق بتحب العجن كتير وفي انواع دقيق ما بتحبش العجن كتير، والدقيق اللي معايا مش بيحب العجن كتير. زي ما انتوا شايفين كده سبتها ارتاحت حوالي نص ساعة ونزلتها على الرخامة بتاعتي. دهنت الرخامة بتاعتي زيت واحاول ان انا افردها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ارتاحت حلوة قوي، بتتفرد معايا بكل سهولة. هفردها حوالي نص سنتي علشان تديني الطبقات والتوريقة الحلوة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. شايفين ما شاء الله جميلة جدا العجينة، كأنها معجونة، عجنة حلوة قوي. احنا في البرد والجو ساقعة، انا بعمل بقشطة وسمنة. شايفين ما شاء الله على جمالها. هفردها حلو على العجينة زي ما انتوا شايفين كده، واحاول ان انا الفها رول زي ما انتوا شايفين كده، ان انا وانا بعمل الرول بلفه اشد في العجينة علشان تديني الطبقات الحلوة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. ما شاء الله جميلة جدا. كل ما هتشدي كل ما هتديكي طبقات حلوة. طريقة سهلة وبسيطة جدا، لا تعب ولا مجهود، وهتدفي نفسك في الشتاء بفطير طعمه يجنن خطير جدا. هسيبها ترتاح، قطعتها 2 وهسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، وهنرجع نفردها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. سبتها ارتاحت، هفردها تتفرد معايا بكل سهولة. شايفين ما شاء الله بتتفرد بكل سهولة علشان ارتاحت. اهم حاجة ان احنا نريح العجينة حلو عشان تديكي النتيجة اللي انت شفتيها معانا في اول الفيديو. هفردها حلوة قوي، كل ما هتفرديها كل ما هتديكي توريقة وتطبيقة حلوة قوي. هديلها دهنة من القشطة والزبدة او السمنة البلدي المتوفر عندك. هطبقها زي ما انتوا شايفين كده كأني بعمل منديل، كلها هوا وكلها فقاقيع. دي بتنفخ معايا في الفرن وبتديكي هشاشة حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كده حاول ان انا اطبقها زي منديل، بس لقيتها لزقت مني ضيرتها. هقوم راح عاملاها زي بقجة وهسيبها ترتاح زي ما انتوا شايفين كده. يا رب الفيديو بتاعي يكون موضح والكل يكون مستفاد منه. ما تنسوناش باللايكات علشان الكل يستفيد من الفيديو. هنفرد التانية ما شاء الله بكل سهولة، ما بتاخدش وقت وحلو جدا، والطريقة سهلة وبسيطة جدا. شايفين ما شاء الله على جمالها بتتفرد بكل سهولة. كل ما هتتكوا عليها وكل ما هتفردوها مش نضغط جامد، بالراحة كده بكل سهولة هتتفرد معانا. ما نضغطش جامد علشان يقب ويورق معانا في قلب الفرن. يا رب تاخدوا بالكم من التعليمات علشان اللي يعمل الفطير دوت يبقى سهل ولذيذ معاه. ما شاء الله جميل جدا وطريقته بسيطة. شايفين فقاقيع الهواء اللي فيه دي بتديله توريقة في الفرن وبينفش معاكي كده وبيبقى حلو قوي. هسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق وهنفردها مع بعض. شايفين ما شاء الله كل ما هنضغط عليها هتلاقيها اتفردت معاكي بكل سهولة. هنحط شوية سمنة او مادة دهنية من اللي احنا استخدمناها على الوش علشان تسهل معانا عملية الفرد، عشان ما نضغطهاش قوي علشان تقب وتعلى معانا في قلب الفرن. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله جميلة جدا. وعذرا لو صوتي متغير، انا واخدة برد وربنا يعافينا ويعافيكوا يا رب. شايفين ما شاء الله على جمالها حلوة قوي وما بتاخدش وقت.
هنفرد التانية برضو زيها بكل سهولة. شايفين ما شاء الله على جمالها، احلى من فطير الفطاطري او الفران اللي احنا بنجيبها من بره في الشارع. طريقة سهلة وبسيطة جدا وحلوة قوي، وهنعمل احلى حاجة لاولادنا، وهندفي بيتنا في الشتاء زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله جميلة جدا وبألف هنا، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. متنسوش اللايكات يا جماعة علشان الكل يستفيد من الفيديو. شايفين ما شاء الله على جماله وحلاوته، يفتح النفس. بندخله على حرارة فرن عالية جدا علشان ينفخ معايا ويبقى ورقات وطبقات زي ما انتوا شايفين كده، احسن من الجلاش. هو سخن في ايدي وانا مش عارفة افرده. ما شاء الله جلاش، ربنا يحسن ما بين ايدينا ونعمل الافضل والاحسن. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.